السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة مدينة سبور. نشرت مجموعة من المنابر الجزائرية تدوين للإعلام حفيظ الدراجي يتحدث فيها عن تنظيم كأس إفريقيا 2025، حيث كتب حفيظ الدراجي: قبل تقديم الملفات وقبل عرضها ودراستها والتصويت عليها في 10 فبراير المقبل، الجماعة يقصد الكاف قررت منح المغرب حق تنظيم كأس إفريقيا 2025، ومنح نيجيريا وبنين بطولة 2027، ثم الجزائر في سنة 2029. وأضاف حفيظ الدراجي: التصويت كان من المفروض أن يتم على هامش بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر، لكنه تأجل إلى 10 فبراير على هامش كأس العالم للأندية المقررة في المغرب. وكتب أيضا: الفهم يفهم كيف تدار الأمور وما يجب أن نفعل، خاصة وأن الكرة لم تعد مجرد لعبة كما يعتقد الكثيرون. وحسب ما نشره حفيظ الدراجي، فإن الكاف منحت المغرب حق تنظيم كأس إفريقيا 2025 قبل تقديم الملفات من باقي الدول، وأيضا قبل دراستها ليقوم بحذف المنشور لاحقا. ما رأيكم فيما قاله حفيظ الدراجي؟ وهل فعلا صادقت الكاف على أن المغرب سيستضيف كأس إفريقيا ل 2025؟